حسون الملعون عاد إليكم من جديد. لك نمنا فوقنا إيش في ما في. قال حسون صار بحلب. إيش شو قال الزلمة كوع. لا إيش شو كوعت حسون تا شوف أنا من قبل الثورة لا أنت ولا عيلتك ماني طايقك، عرفت؟ هلا يقال انه ابوه كان الشيخ اديب، كان زلمه يعني كويس، ما بعرف انا ما عايشرته، انا ما بهمني اذا كان كويس ولا ما كويس، هاد شيء لنفسك على فكره. يعني 99% من علماء ومشايخ حلب هن نفس حسون، بخطم مخط، عرفتوا؟ ولسه في عندك آلاف حساسين عم بيغردوا وشغالين. فحسون يعني انا احيانا هذا المضحك المبكي المحزن المؤسي المشفق ما بتعرف ايش بدك تساوي، تزعل عليه ولا تشفق عليه ولا تبصق عليه ولا هي بس عليه، ما بتعرف ايش تعمل. يعني عرفت هذا اللي ما بتعرف ايش تعمل، هو واتباعه ومين بيشد على ايده ومين كلمه بيشحف له كمان، عرفت عليك يعني. المهم فهذا الانسان انا من زمان بعرفه حقير سافل واطي منحط، هو واخته يعني كل واحد مثل البرميل كان يمشي وشايف حاله ومنزع حاله. هذا من قبل الثوره هذا حكي بجامع اغيار والجامع الاموي. انا ابن قاضي عسكر وبعرف التطبيقات كلها حبيبي، كلهم شايفين حالهم باسم الدين وباسم هذا. يا اولاد ولاكم برطلين حسون الملعون، بني حسون على لم الافراش كلياتكم مناويك، كلياتكم مناويك. والله وينك طقوا لك ابنك باول الثوره النظام وقال لك يطق انت وعيلتك وبروك على يطقك، يطقوك مزبوط وعد تهوهو 14 سنه. هلا وجئت تندم عندما لا ينفع الندم. هذا هو يطبق عليه المثل، بده يندم يوم اللي ما بينفع فيه الندم. فيا حسون الملعون لا تكوع، لانه الكواع خلصت، الكواع خلصت وفهمك كفايه. وشوفونا الشباب، وعلى فكره برجع بقول لكم يعني 99% من مشايخ حلب هن حسون، نفس الفكره ونفس السيستم ونفس النظام. واذا فيك تخلع ولك اخلع.